هو هل الفيديو ده حقيقي؟ خلّيني أقول لك إن فعلًا الفيديو ده حقيقي، ودي كانت تجربة لإطار غريب من إطارات الشاحنات، واللي هي عبارة عن تجربة الرولينج تاير، والتجربة دي ظهرت في بداية الخمسينات تحديدًا بين سنة 1951 لحد سنة 1953، وهي عبارة عن إطار عريض لكل محور، ودي كانت من اختراع العالم الأمريكي ويليام ألبي، اللي هو الغلبان اللي كان تحت الفرد ده، والفكرة إن الاختراع دوّة إنه حب يعمل عجلات بشكل مختلف بتشتغل بضغط منخفض، بحيث إنها تكون مناسبة للاستخدام في الطرق الجليدية أو الطرق الرملية أو حتى الطرق الغير ممهدة من غير ما تغرز، والشاحنات اللي استخدمها العالم ويليام في اختراعه كانت شاحنات من نوع شيفروليه وجي ام سي، يعني المقصود هنا انها مش شاحنات نازله بالاختراع ده، هو اللي جابها وعدل عليه، والفكره دي جت للعالم ويليام من صيادين الاسكيمو اللي كان بيشوفهم بينقلوا البضاعه بتاعتهم على اكياس منفوخه من جلد الفقمه من غير ما تغرز في الجليد. بس خليني اقول لك ان للاسف الفكره دي ما نجحتش، لان الضغط المنخفض جوه الاطارات ده مش هيخليها تقدر تشيل اوزان تقيله، وبالاخص في الشاحنات، غير ان اقصى سرعه كانت بتوصل لها هي 16 كيلومتر في الساعه، يعني كمنتج تجاري مش هتكون مجزي قوي، غير ان الاطارات دي كانت بتتلف بسرعه. بس الفكره هنا هو ازاي عدى بالشاحنه من فوق الشخص ده من غير ما يتقدم. خليني اقول لك ان الفكره العلميه هنا معتمده على توزيع وزن الشاحنه على مساحه اكبر من السطح، كمان ده خلى الاطار يتاقلم مع كل الاسطح، وحتى لو شفت في الفيديو وهي ماشيه فوق سكه القطر، فمجرد ما سكه القطر جت في نص الفرده الضغط اتوزع على الجنبين بتساوي. بس تخيل معايا لو طبقنا الفكره دي على الشاحنات اللي عندنا موجوده في مصر، اظن شكل العربيات مش هيكون لطيف خالص.